لوحة ملعونة مرسومة من أكتر من 40 سنة، محدش يعرف اترسمت ازاي ولا مين البنت اللي جواها، والسؤال الأهم، هل روحها لسه محبوسة فيها؟ كان في رسام اسمه ماجد مشهور بموهبته، بس حياته كانت محتاجة الضربة الكبيرة اللي تخليه اسم عالمي. وفي يوم عرف إن في مزاد لمرسم قديم صاحبه مات وكل حاجته بتتباع. دخل ماجد المزاد وشاف هناك لوحة، حس إنه اتشدلها. كان فيها ملامح لبنت مش واضحة، كانت كأنها مرسومة ولسه بتتشكل. لاحظ إن الناس مش واخدة بالها منها، لكنه اشتراها من غير ما يفكر. ولما رجع بيته علق الصورة على الحيطة في مرسمه وبدأ يرسم. بس كانت كل ما عيونه تلمح اللوحة كان بيحس إن الوش اللي فيها بيظهر أكتر، ملامح بنت شعرها طويل ووشها حزين. وبالليل وهو في أوضته قبل ما ينام سمع خربشة جاية من أوضة الرسم. قام وفتح باب الأوضة، لاحظ إن اللوحة كانت مقلوبة على وشها كأن حد قلبها بإيده. وتاني يوم لاحظ إن الوش بقى أوضح، ولاحظ عيون البنت اللي في الصورة كأنها بتبصله، مع كل حركة بيتحركها عيونها كانت متابعاه. ولما قرب من اللوحة لاحظ حاجة تخض، كان في ضباب خفيف طالع من بق البنت كأنها بتتنفس. حاول ماجد إنه يقنع نفسه إنه بيتهيأله، لكنه جه بالليل وشغل كاميرا الموبايل بتاعه ووجه الموبايل قدام اللوحة طول الليل. وتاني يوم لما شغل تسجيل الكاميرا شاف البنت بتحرك عيونها وقربت وشها للكاميرا وقالت بصوت هامس: طلعني. ماجد اترعب والموبايل وقع من ايده، وفي نفس اللحظة سمع خبط على باب البيت. ولما فتح الباب لقى واحدة عجوزة بتقوله: انت اللي اشتريت اللوحة؟ دخلها ماجد البيت وهو ملاحظ رعبها وقال لها: ايوه انا اللي اشتريتها. فقالت له الست العجوزة: حاول تخلص من اللوحة دي بسرعة، اللوحة دي ملعونة. ماجد ما كانش فاهم هي عايزة تقول ايه، وطلب منها انها تفهمه ايه حكايتها بالظبط. فحكت له الست العجوزة انها من عيلة ندى البنت المرسومة على اللوحة، وانها اختفت من 40 سنة في جلسة روحانية. وهنا سألها ماجد: يعني ايه اختفت في جلسة روحانية؟ حكت له ان ندى كانت وسيطة روحانية، كانت بتشوف طاقات وكائنات محدش بيشوفها. وقتها اتعرفت على رسام وحبته، لكن الرسام ده كان عنده هوس ومصدق انه ممكن يرسم لوحة تحفظ روح الشخص اللي ندى هتستحضره جواها. وعمل حاجة غريبة، قرر انه يرسم ندى وهي في حالة استحضار. لكن اللي حصل ان ندى اتسجنت جوه حدود الرسم. اللوحة ما كانتش رسم، دي بوابة اتقفلت قبل ما تكمل، وندى اتسحبت جواها. ومن يومها ندى بتدور على بديل عشان ياخد مكانها جوه اللوحة. وأي حد بيبص في اللوحة كتير، اللوحة بتبدأ ترسم ملامحه مكان ملامح ندى. ولما الشكل بيكمل بتحاول ندى إنها تبادل الأرواح، لكن عمرها ما نجحت، وغالبا الضحية بتموت جوه اللوحة وبتفضل ندى محبوسة من جديد. وقالت له وهي بتحذره: حاول تخلص من اللوحة دي بسرعة قبل ما روحك تتحبس جواها. رجع ماجد لأوضة الرسم وهو مرعوب وقرب من اللوحة، ولما بص فيها لاحظ إن الملامح اللي بدأت تظهر كانت ملامحه هو. اللوحة بتعيد رسم وشه، عيونه، شكل اللمعة اللي فيها نفس لمعة عينه. وفي عز ما هو واقف اللوحة بدأت تتنفس بصوت واضح، وبعدها في كف خرج منها، كف أبيض بارد، ومسك إيده وبدأ يشد جوه اللوحة. صرخ ماجد وهو بيشد إيده لورا، الإيد اختفت، لكنه لاحظ على إيده علامة سودة. جري ماجد وجاب بنزين ورشه على اللوحة وولع الولاعة. النار ولعت لحظة، لكن بعدها انطفت لوحدها كأن اللوحة بتمص النار جواها. وفي نفس اللحظة الجيران سمعوا صوت صريخ من شقة ماجد. ولما الشرطة قحمت البيت ما لقوش أي حد، وأوضة الرسمة كانت سليمة، بس اللوحة كانت متعلقة في نص الحيطة. خشبها كان شكله جديد والألوان لسه طرية، والوش اللي فيها كان وش ماجد، وعيونه بتلمع بدمعة صغيرة وبتبص على الباب كأنه مستني اللي يدخل بعده. وبعد أسبوع اللوحة اتعرضت في مزاد جديد، المشترين كانوا واقفين والسعر بيعلى، واللوحة كان باين فيها حاجة جديدة. ندى كانت واقفة ورا وش ماجد، وعيونها بدأت تظهر من تاني في اللوحة.